ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض الكريم بروليه او البيرنت كريم. واحده من ألذ واحلى الحلويات الفرنسيه. تقدروا تعتبروها ان هي النسخه الاغنى والارقى من الكريم كارمل. احنا كنا عملنا الكريم كارمل قبل كده هنا على القناه، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف لو حابين ان انتوا تشوفوه تاني. في الكريم كارمل احنا كنا بنعمل طبقه كارمل من تحت وبعد كده بنقلبه لما نيجي نقدمه. في الكريم بروليه لأ، إحنا مش بنقلب الكريم بروليه، طبقة الكراميل بتبقى على الوش وبنكسرها كده زي ما أنتم شُفتوا في أول الفيديو علشان ناكل الكريم بروليه. يعني وصفة لذيذة جدًا، جدًا، وأحلى حاجة إن هي سهلة وسريعة ما بتاخدش أي وقت يعني. هنعملها دلوقتي ويالّا بقى نبتدي على طول. تقريبًا المكونات قريبة جدًا، جدًا لنفس المكونات بتاعة الكريم كراميل وحتى طريقة الإعداد يعني. أنا محتاجة بيض، بس هنا هاحتاج صفاء البيض بس، مش محتاجة البيض كامل، مش زي الcream caramel بنحتاج البيض كامل، لأ هنا محتاجة الصفاء بس، وعندي شوية من السكر، ومكان اللبن في الcream caramel هنا محتاجة whipping cream أو كريمة الخفق أو الheavy cream حسب يعني أنتم بتسموها إيه. المهم إن هي الكريمة اللي إحنا بنستخدمها للحلويات، مش عايزة الcooking cream أو اللي هي كريمة الطبخ اللي إحنا بنستخدمها للشوربات والحاجات الحادقة. اتأكدوا إن نسبة الدسم في الكريمة اللي أنتم بتستخدموها مش أقل من 33 ل35%. كل ما كانت نسبة الدسم أعلى في الكريمة كل ما كانت النتيجة أحسن. كمان لو كان متوفر عندكم، أنا عارفة إن سعرها بيكون عالي قوي، اللي هي الفانيلا بادز اللي زي كده أو الحبوب الفانيلا الطبيعية، يعني بجد ده أحسن اختيار في رأيي بالنسبة للحاجات الغنية قوي، الحلويات اللي زي الكاسترد والحاجات اللي زي كده يستحسن لو كانت متوفرة عندكم يكون كويس قوي قوي قوي. أنا عارفة إن سعرها مش قليل خالص وإن هي كمان ما بتبقاش دايمًا يعني متوفرة. البديل إن أنتم تستخدموا الفانيلا باودر، وهي بتكون نفس حبوب الفانيلا دي بس كلها كده مطحونة. نكهة الفانيلا طبعًا أقل شوية من الفانيلا الطبيعية، لكن هو still يعني اختيار أفضل في رأيي من إن أنتم تستخدموا الفانيلا الصناعي. لكن لو ما كانتش متوفرة لا ده ولا ده عندكم، خلاص استخدموا الفانيلا الصناعي، مش هيحصل أي حاجة وstill الوصفة هتفضل إن شاء الله جميلة جدًا، جدًا، جدًا. وهاقول لكم الفرق بس ما بين استخدام الفانيلا الصناعي والفانيلا الطبيعي. الاتنين هاقول لكم إيه الفرق بينهم في الاستخدام. أنا محتاجة بالضبط 500 جرام أو 500 مِلِّي أو 500 جرام من كريمة الخفق. العبوة دي أصلًا هي already 500 مِلِّي، بس أنا برضه باحب إن أنا أتأكد، فعشان كده باحب إن أنا أوزنها. هي بالضبط طلعت 480 جرام، وزوّدت أنا ال20 جرام دول لبن، ما كانش عندي كريمة فزوّدتها لبن. ما تخافوش مش هيحصل أي حاجة في الوصفة يعني، هتفضل برضه كويسة. وهنجيب بقى الفانيلا بادز زي ما قُلت لكم لو كانت متوفرة عندكم، ولإن الكمية صغنطوطة فأنا استخدمت نُص عود بس من الفانيلا باد يعني. اقطعوه كده بالسكينة واقشطوه، هتلاقوا الحبوب بتاعة الفانيلا دي جواها. اقشطوها وحطوها بقى في الكريمة عندكم، والكريمة باردة، أنا لسه ما سخنتهاش ولا أي حاجة. أهم حاجة ما تسيبوش ولا فرفوتة من الفانيلا دي، يعني حطوها وهي كده كلّها على بعضها، بالbeans اللي جواها، بالعود نفسه بتاع الفانيلا، كلّها كده على بعضها حطوها في الكريمة، وارفعوا الكريمة على نار تكون شوية مش عالية، مش عايزة نار، أنا مش عايزة الكريمة عندي تكون بتغلي، عايزة النار تكون شوية هادية الوسط، لغاية بس ما الكريمة تبدأ إن هي تسخن عندي. أول ما الكريمة تسخن هاغطّيها وهاطفي النار طبعًا، وهاسيبها تقريبًا نُص ساعة علشان الفانيلا تطلّع طعمها في الكريمة. الخطوة دي هتعملوها بس لو أنتم مستخدمين فانيلا طبيعي، لكن لو مستخدمين فانيلا صناعي، لأ خلاص يبقى سخّنوا الكريمة وكمّلوا الوصفة زي ما هنعمل عادي خالص، والفانيلا حطّوها مع البيض، أوكي؟ في حالة بس إن أنتم استخدمتوا فانيلا صناعي، تمام؟ وزي ما قُلت لكم أنا محتاجة لكريم بوريه صفاء البيض بس مش البيض كامل. فاستخدموا بقى أي طريقة تكونوا بتحبوها علشان تفصلوا البياض عن الصفار. لو كان عندكم tool زي كده اللي هي بتفصل البياض عن الصفار، في أشكال كتيرة جدًا، جدًا منها، أوكي، استخدموها علشان تفصلوا البياض عن الصفار، أو حتى ممكن تستخدموا كَف إيديكم، ودي بصراحة أكتر طريقة أنا باحبها. أو الطريقة بقى اللي هي بتاعة القشر، عارفينها إن أنتم بتفضلوا تجيبوا الصفار من هنا لهنا لغاية ما تفصلوا البياض عن الصفار، ودي بصراحة كانت أول طريقة اتعلمتها علشان أفصل البياض عن الصفار يعني. أي طريقة، المهم إن أنتم وأنتم بتفصلوا البياض عن الصفار، حاولوا إن أنتم أبدًا، أبدًا ما تجيش ولا نقطة صفار في البياض اللي أنتم هتعملوه، لإن كل الوصفات اللي أنا هاحتاج فيها بياض
ما بنكونش محتاجين أبدًا إن يكون فيها أي صفار، لكن لو في حبّة من البياض جه في الصفار ما فيش مشكلة، ده مش هيأثّر على الوصفة عندنا خالص، ما فيش مشكلة يعني ما تقلقوش. أنا محتاجة بالضبط ل6 من صفاء البيض علشان الوصفة بتاعة الكريم بروليه، أمّا بياض البيض فطبعًا مش هنستخدمه للوصفة دي. ممكن طبعًا إن أنتم تعملوا مثلًا منّه وصفات كتير أوي، أوي، يعني مثلًا الangel food cake زي ما كنا عملناها هنا على القناة، أو لو مش هتستخدموه على طول حطّوه في علبة تكون مقفولة كويس أوي، أوي، وحطّوه في الفريزر عندكم، ووقت ما تحبّوا إن أنتم تستخدموه نزّلوه كإنه هيبقى بالضبط كإنه فريش، يعني استخدموه لأي وصفة محتاجة بياض بيض. أنا لإني هاحتاجه لوصفة تانية، فأنا كل اللي هاعمله إن أنا هاغطّيه بكلينكس بتاعة مطبخ، وهادخّله التلاجة للوقت اللي أنا هاحتاجه فيه عشان الوصفة دي. أول حاجة هنعملها علشان بقى نجهّز الكريم بروليه، هو إن أنا هاخد صفاء البيض، وزي ما قُلت لكم دول 6 من صفاء البيض، هاكسّرهم بس شوية كده بالمضرب، وأنا ضايفة عليهم نُص معلقة صغيّرة أو 2 جرام من الملح، وهاضيف عليهم 70 جرام من السكر. اخفقوا بقى صفاء البيض كويس أوي، 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 أوي مع السكر، أنا محتاجة إن صفاء البيض يدخلوا كمية هوا، ولونه يبتدي يبقى pale كده وأصفر فاتح، والخطوة دي مهمة أوي، أوي، علشان ما تحسوش بأي زفارة للبيض في الcustard عندكم. ودلوقتي بقى هنجيب الكريمة بتاعتنا بعد ما بقى لها حوالي نُص ساعة، بس طبعًا هي لسه سخنة، فإحنا هنعمل حاجة اسمها tempering، أو إن إحنا هنضيف كمية صغنطوطة بس من الأول من الكريمة، حوالي ربع كوباية بس من الكريمة، علشان نجهّز البيض إن هو يستقبل الحرارة بتاعة الكريمة قبل ما تضيفوا كل كمية الكريمة بعد كده. خلاص كده قلّبوهم بس كده كويس لغاية ما تتأكدوا إن هُم امتزجوا كويس مع بعض، وكده البيس أو الأساس بتاعة الcustard جاهزة عندنا. هنروح بقى نجهّز الراميكانز أو القوالب اللي إحنا هنستخدمها للكريم بروليه. على عكس الكريم كراميل إن إحنا بنعمله في قوالب وبنقدّمه في أطباق تانية، لأ الكريم بروليه بيتقدّم في نفس القوالب اللي بيتخبز فيها. وعشان كده استخدموا قوالب يكون شكلها حلو، ينفع إن أنتم تقدّموا فيها، وفي نفس الوقت يعني ينفع إن هي تدخل الفرن وتتحمّل الحرارة. في قوالب كمان بتكون مخصوصة للكريم بروليه، بيكون الجدار بتاعها shallow صنطوط شوية. أنا أخدت الكاسترد اللي أنا حضّرته صفّيته في مصفى علشان أتأكد إن ما فيش أي تخريزة من البيض، وشِلت منّه عود الفانيلا، وهناخد بقى القوالب بتاعتنا نملاها بالخليط بتاع الكاسترد علشان نخبزها. درجة حرارة الفرن عايزاها تكون على 150، وهياخد تقريبًا في حدود ال45 دقيقة ل50 دقيقة. وزي أي نوع من أنواع الcustard بنخبزه في حمّام من المَيّة، ففي الصينية اللي هنخبز فيها الcreme brulee هنحط مَيّة تكون سخنة أوي، 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 يعني مَيّة بتغلي، ويُستحسن لو تعملوا الخطوة دي عند الفرن، مش هنا زي ما أنا عملت، أنا بس عملتها هنا علشان أوريها لكم، لكن يُستحسن إن أنتم تعملوا الخطوة دي عند الفرن كأمان ليكم، علشان المَيّة لا قدّر الله ما تتدلقش منكم ويحصل أي حادثة أو حاجة زي كده لا قدّر الله. بس خلاص كده إحنا هندخّل القوالب عندنا الفرن علشان نخبزها، وفي الوقت ده بقى هاوريكم على trick حلو أوي، أوي تعملوها علشان تستفيدوا من الvanilla buds لو كانت يعني استخدمتوها للوصفة أو حتى في أي وصفة تانية. زي ما قُلت لكم أنا عارفة إن هي سعرها بيكون غالي أوي، 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 فيعني إحنا أكيد مش هنرميها، وكمان رغم إن إحنا استخدمناها بيكون لسه فيها still طعم قوي جدًا للvanilla. كل اللي أنا هاعمله إن أنا صفيتها من الcustard، غسلتها كويس أوي، 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 ونشفتها، وحطوها بقى في البرطمان بتاع السكر اللي أنتم بتستخدموه للحلويات، مش السكر اللي أنتم بتعملوا منه الشاي والقهوة، لأ، اللي أنتم بتستخدموه علشان تعملوا وصفات الكيك والكوكي والحلويات اللي بتكون فيها طعم فانيلا. وزي ما قُلت لكم رغم إن إحنا استخدمناها قبل كده الفانيلا دي، بس still بيكون فيها طعم فانيلا قوي جدًا، جدًا. كل ما تجيبوا عود فانيلا زي ما قُلت لكم اغسلوه وحطوه في برطمان السكر، وصدقوني هيكون يعني تحفة، وهتلاقوا إن في ريحة فانيلا حلوة أوي. بعد حوالي 45، 50 دقيقة كان الcustard عندي استوى، وعلشان تعرفوا إن الcustard عندكم جاهز خلاص، المفروض إن أنتم لمّا تهزّوه كده شوية أو ترجوه كده شوية، يكون الcustard يعني ثابت من الحواف أو من الجدار من عند الجدار كده، لكن في النُص بيكون يعني بيترج رجة بسيطة كده، رجة أكتر من دي كمان، يعني أنا كان المفروض إن أنا أطلّعه من الفرن قبل كده بحوالي 3 أو 4 دقايق عشان يكون بيترج أكتر من كده في النُص.
وهو كان سخن جدا جدا، الراميكان كان سخن جدا، ما كنتش قادره امسكها بايدي، بس طلعتهم كده بواحه من الصينيه وهسيبهم بقى في درجه حراره الغرفه عادي خالص لغايه ما يهدوا خالص خالص، وبعدين غطيتهم بكلينج فيلم ودخلتهم التلاجة علشان يبردوا. يستحسن ان انتوا تسيبوهم في التلاجة مش اقل من 6 ل8 ساعات يعني مينيمم، ويستحسن كمان ان انتوا تسيبوهم لتاني يوم، يعني 24 ساعة هيكون احسن بكتير عشان تتأكدوا ان الكاسترد عندكم كده سات وتماسك كده وما بقاش بيترج زي ما كنا مطلعينه من الفرن، هيكون يعني تماسك خالص خالص زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده جاهز ان انا اعمل بقى طبقة الكارمل اللي بتكون على الوش، بس الاول هتأكد ان مفيش اي رطوبة على وش الكاسترد من التلاجة، فبكلينكس صغنطوط كده بواحة حاولوا تشيلوا أي رطوبة ممكن تكون على وش الكاسترد. وهنحتاج سكر، ده سكر أبيض عادي خالص، لو حابين تستخدموا سكر بني مفيش مشكلة، بس بصراحة السكر الأبيض يعني كافي جدا، مش محتاج سكر بني ولا أي حاجة. لكل راميكان بنحتاج في حدود 4 جرام، يعني هي تقريبا ملهاش مقدار قوي، في حدود المعلقة ونص معلقتين صغيرين حسب طبعا حجم الراميكان اللي انتم مستخدمينه. حاولوا توزعوها بحيث ان السكر يكون متساوي كده ومفيش حتة فيها سكر اكتر من التانية، وانا محتاجة طبقة رقيقة جدا، مش محتاجة طبقة سميكة من السكر، لا احنا محتاجين طبقة تكون رقيقة خالص. لو عندكم البلو تورش ده او اللي هو مش عارفة اسمها ايه بصراحة، ولاعة، هيكون بصراحة احسن بكتير، لكن لو ما كانش عندكم ممكن ان انتوا تحطوا الراميكانز بتاعتكم تحت البرويلر او تحت الشواية في الفرن علشان السكر يتكرمل، لكن بصراحة نتيجة الكارمينيزيشن للسكر بتكون احلى بكتير في اللي هي البلو تورش ده. وانتوا بتحرقوا السكر بالبلو تورش حاولوا ان انتوا ما تركزوش اللهب في مكان واحد بس، يعني ما تسيبوش اللهب في مكان واحد وتستنوا ان هو يتكرمل وبعد كده تتنقلوا لمكان تاني، لا حاولوا ان انتوا تحركوا اللهب طول الوقت باستمرار في كل مكان وهو هياخد لون واحد، لان انتوا لو فضلتوا مثبتين اللهب في مكان واحد مستنيين ان هو يتكرمل، اللي هيحصل ان المكان ده هيتكرمل وبعدين هيتحرق، الكرمل فيه هيتحرق، وبعدين اللي جنبه هيكون اتكرمل بس ما اخدش لون قوي، وفي حته ما اتكرملتش خالص، فالكرمليزيشن مش هتكون بالتساوي. فاحسن طريقه ان انتوا تفضلوا تحركوا اللهب في كل مكان، وهو هتلاقوا ان هو اتكرمل بالتساوي، مش هتلاقوا ان هو اتكرمل في حته وحته لا. اوكي، حسب بقى لون الكراميل اللي انتوا بتحبوه، يعني انا اول راميكان عملت لون الكراميل فاتح شويه، تاني راميكان لا يعني زودت مده الكراميلايزيشن شويه لغايه ما الكراميل اخد لون بني غامق كده، وبصراحه انا لذوقي انا الشخصي يعني الكراميل اللي بيكون لونه غامق شويه بيبقى طعمه احلى كتير. استنوا دقيقة دقيقتين بالكتير هتلاقوا ان طبقة الكراميل دي جمدت خالص وبقت ناشفة يعني جافة. اوكي، اسمعوا بقى الصوت. لذيذ جدا، واحلى حاجه انا بحب ان انا اقعد اخبط بيه كده بالمعلقه واسمع صوت تك 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 تك، دي لذيذه خالص. وبجد لو سويتوا الكاسترد زي ما قلت لكم على درجه حراره مظبوطه 150 هتاخدوا كاسترد ناعم وسموث ومفيش اي طعم زفاره للبيض خالص خالص خالص، يعني بجد بلاش الارقام اللي انا الغريبه اللي انا بسمعها ان انا بيسوي الكاسترد على 180 وارقام عاليه جدا. يا جماعه انا بجد بزعل قوي قوي لما بلاقي حد بيسوي الكاسترد على 180، 150 مش اكتر من كده، وصدقوني هتاخدوا افضل نتيجه لاي كاسترد هتسووه. اخر حاجه بقى هي ان انتوا ما تعملوش الخطوه بتاعه حرق السكر غير للقوالب اللي انتوا هتقدموها بس، يعني باقي القوالب سيبوها في التلاجة وقت التقديم، اعملوا لها السكر احرقوا السكر وقدموها وبس كده. دي كانت وصفتنا النهارده، عملنا الكريم بروليه، اتمنى ان هو يعجبكم واتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عجبكم اكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت، وميرسي لكم كلكم واشوفكم في فيديو جديد.